بالله عليكم قولوا لي انا ليا مين غيركم بعد ربنا سبحانه وتعالى احكي لكم كل اللي بيحصل. احنا بعد ما ركبنا الباب في مشكله، بس بامر الله مش هنمشي غير ما تحلوها. الباب بيرد، الباب بيرد. الباشمهندس النجار بيقول لك مقعر ياما، مش عارف يعني ايه مقعر ياما دي. طبعا كل صنعة ليها المصطلحات بتاعتها. النجارة من اكتر الحاجات اللي فيها فنيات عالية جدا وادق التفاصيل، الملي بيفرق جدا. كان عندنا باب الحمام وباب الواجهة، ودول اهم بابين عندنا. كل ملي لازم يتاخد بالصاروخ عشان يبقى 100% مظبوط. الباشمهندس يا عيني تعب وراح مكمل عليه الباشمهندس التاني. عمالين نحاولوا نقفلوا الباب عشان الباب لازم أن يكون مقفول طول الوقت عشان التكييف. فدي محاولات ومحاولات ومحاولات، وبأمر الله ناجحين. بعد المشكلة ما قربت تتحل أخيرا الواحد بقى ليه نفس يشرب كوباية قهوة كده على المظبوط عشان نفسه تتفتح على النتيجة. ايه ده؟ ايه اللي جاب الصاج ده هنا؟ لا مش تبع النجارة ده. والحمد لله بعد محاولات أكتر من ساعة الباب اتظبط وبقى بيقفل كويس، وبكده هنضمن ان مفيش اي تسريب لهواء التكييف. قولوا لي رأيكم في الباب ولونه والديزاين بتاعه.